طبعا الاهلي خد السوبر، ولكن الموضوع كله تحس ان طول ال 90 دقيقه اللي اتلعبوا ان ولا ده الاهلي ولا دي بيراميدز ولا هي دي الماتش اللي احنا كنا مستنيينه. وده ناتج عن المشاحنات اللي حصلت قبل اللقاء او قبل الحدث. حتى الناس في الامارات تحس ان يعني عندهم ذهول وهم قاعدين في المدرجات. لو انت قاعد بتتفرج على الماتش ده، ماتش سوبر، كاميرات وملعب وجمهور حاجه عظمه. لقاء على مدار 90 دقيقه دمه تقيل، ولكن في اخر 30 دقيقه حسينا ان فعلا الفرقتين جم. وده تاثيرا باللي حصل قبل الماتش. قلنا قبل كده يا جماعه لازم يكون في معسكر للفرقتين، لازم الناس يبقى عندها في دماغها ان هي رايحه تلعب بطوله. لكن لو انت لاحظت تلاقي بيراميدز جت ركبت الطياره، الاهلي لحد يوم الاربع ما كانش عارف مين اللي هيجي يلعبه. الاجواء دمها مش لذيذ. ده اثرت على الناس حتى اللي موجودين في الملعب، حتى المنظمين للماتش. انا يعني قاعد مش مستمتع خالص بالماتش. على مدار 90 دقيقه تلاقي الفرقتين مش عارف ده بيقول لك انا هلعب ازاي، وده الموضوع مختلف خالص. غير لقاء الاهلي والزمالك يا جماعه، الواحد كان يتمنى ان الاهلي والزمالك هم اللي يبقوا في الماتش ده. وده اللي قلناه قبل كده، لازم الناس في اتحاد الكوره يكونوا على قدر المسؤوليه. خد قراراتك مسبقيا وحل مشاكلك. ما ينفعش يبقى شكلنا وحش كده قدام الناس. ما ينفعش ان انا اجي قاعد بتفرج على ماتش انا الفرقتين ذات نفسهم هما الاثنين ما كانوش عارفين هيلعبوا بعض. فده طبيعي، ناتج طبيعي. انا رايي وهفضل اقوله، اللي حصل قبل لقاء السوبر النتيجه بانت اهي عليه جوه الملعب. الماتش يمكن احنا اتفرجنا على 30 دقيقه هم اللي اكسترا تايم عشان الاهلي جاب جول، ولكن الماتش مش ممتع خالص ولا ليه لذه. وانا مش شايف من وجهه نظري ان بطوله كان دمها تقيل، والسبب في كده هو اتحاد الكوره. افضل ما في اللقاء هو الحكم. ده اللي دي وجهه نظري يعني. عشان كده بقول يا جماعه ناخد قراراتنا. التحكيم المصري عندنا مواهب كويسه، لازم شويه نواجه مشاكلنا. ما ينفعش الايد المرتعشه، ما ينفعش نبقى عايزين ناخد قرار وخايفين. رد فعل مجلس اداره الاهلي، طب رد فعل مجلس اداره الزمالك، طب مش عارف ايه، طب فين؟ انا راضي ذمتكم. ده بيحصل الخوف او الوضع ده اللي بيحصل مع الاسماعيلي، بيحصل مع المصري، بيحصل مع الاتحاد. لا بنفرمهم عشان انديه، مع احترامي لكل الجماهير بتاعت الانديه دي، ولكن انديه ما تحسش ان هي ممكن لو هدب بانسحاب عادي. يا عم ايه الاتحاد لما ينسحب؟ لا احنا لازم نحط منظومه عشان يبقى عندنا كوره في مصر يا جماعه. قسما بالله ما في كوره في مصر كده ما ينفعش. بس انا كاهلاوي ما استمتعتش النهارده باليوم، ولكن مبسوط ان البطوله بتخش دولاب النادي الاهلي العظيم. الف مبروك لجمهور الاهلي العظيم، وهارد لك لبيراميدز. بس كده يا عمنا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.